اهلا بكم في حلقه الاهلي فوق الجميع، فوق ابنائه، فوق جماهيره. الاهلي سيظل شامخا دائما وابدا. شفنا طبعا المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك في وجود المستشار بعد الحجز على اموال نادي الزمالك زي ما كلنا عارفين، ولكن كان هناك بهجه وسرور في هذا المؤتمر. ولكن قبل ما نبدا كلامنا، يا ريت ما تشتركش في قناه ريت حلم الاهلاوي، واشترك وفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد، وفعل زر الجرس على الكل ليصلك الجديد دائما من قناتنا قناه وليد حلمي الاهلاوي. طبعا احنا عارفين ان الزمالك تم حجز على امواله بسبب طبعا رئيسه السابق ممدوح عباس، والراجل ليه مبلغ كبير زي ما احنا عارفين، مش عارف ان هو ياخده، خد جزء منه، ولكن طلع علينا المستشار في المؤتمر بالورقه اللي احنا كلنا شفناها وقال ان هو واخد فلوس. طبعا هو دفع قرض لنادي الزمالك مرتين. مستشار مرتضى بن منصور بيتكلم عن المره اللي خد فيها الفلوس بتاعته، لكن لسه في 80 مليون جنيه لصالح رئيس النادي السابق ممدوح عباس. طبعا زي ما احنا عارفين المستشار مرتضى منصور بيتكلم وبيكتب على الناس كلها، وطبعا احنا شفنا المؤتمر والزغاريد وكأننا في حنة بلدي او فرح، زي ما جموع الشعب المصري شافت المؤتمر اللذيذ اللي الناس كلها اتكلمت عليه. والراجل ده بجد يا جماعة، نادي الزمالك في خطر في وجود الراجل ده. الراجل ده بيدفع نادي الزمالك دايما للاخطاء، وشفنا ان نادي الزمالك في الفيفا عليه مبالغ كبيره جدا بسبب الراجل ده. وطبعا عايزين نعرف الراجل ده صادق ولا بيكذب ولا بيغش جماهيره. هقول لكم اول حاجه، الراجل ده قال لك ان النادي فيه ربع مليار جنيه، 250 مليون جنيه مصري. اذا خزنه نادي الزمالك منتعشه جدا بالفلوس ديت. تمام، الفلوس دي هو عملها امتى؟ على حسب كلامه هو مسك النادي بعد رجوعه في شهر 3. تمام؟ طلع علينا في شهر 8 قال لك انا عندي المبلغ ده 250 مليون جنيه. طبعا مش عارفين طبعا هو جابهم منين. هو اعترف بقى في المؤتمر ان هو كان بيكذب والنادي ما فيهوش المبلغ ده. كل ده عشان يطمع اللعيبه ان هي تمضي لنادي الزمالك حبا طبعا في المال. طبعا احنا عرفنا الكذبه وكل كلامه كذب في كذب بصراحه. دايما وشفنا ان اي حد بيجي نادي الزمالك بياخد جزء من فلوسه وبيغلبوه في الجزء الثاني، ولما حتى بيديله الجزء الثاني بتاع مستحقاته بيجيب الصحفيين وبيجيب الدنيا كلها عشان يبين ان النادي فيه فلوس وان هو بيدي لعيبه نادي الزمالك مستحقاتها. طبعا ده حقوق لعيبه، وطبعا كل اللي اتعامل مع الاداره دي عارف الكلام ده كويس جدا. اما اداره النادي الاهلي، لو انت سبت النادي والنادي مشاك او انت مشيت وفسخت العقد وليك فلوس زي رمضان صبحي وعبد الله السعيد اللي مشوا من النادي الاهلي، النادي الاهلي بعد ما خد بطوله افريقيا بعت لهم المكافاه بتاعتهم. وده الفرق بين اداره الخطيب، الاداره الرزينه، والاداره اللي احنا كلنا شفنا كل يوم تصريح جديد في التلفزيون وعاده الناس كلها. انت كنت بتقول ان الخطيب بيعادي الدنيا كلها، الراجل ده ما بيتكلمش خالص يا جماعه. اما مرتضى منصور بيخبط في الدنيا كلها. وشفنا طبعا الصحفي السعودي اللي المستشار غلط فيه، وطبعا كده هيعمل مشكله، وممكن تركي الشيخ كمان يزعل منك يا باشا. ساعتها مش هتطول المصالح اللي بتيجي من تركي الشيخ ال 111 مليون دولار. عندنا مقطع بسيط جدا للمؤتمر اللي حصل فيه نادي الزمالك، ونشوف ايه اللي حصل ونرجع تاني نكمل كلامنا. الزمالك قال انا عندي ربع مليار قبل كده، يعني نادي غني جدا. اكتشفنا ان الكلام ده مش صح، مع ان الناس هللت، واللي قال مش صح رئيس النادي مش انا. يعني الناس قالت لا ده الراجل ده اللي بيمسك تراب يحوله دهب، ده الزمالك اللي كان فلسان فجاه بقى في ربع مليار. دي ياه، ده بيجيب الفلوس دي ازاي؟ ياه، ده طبعا المطبلاتيه كتير، كلام كتير كده كتير اتقال جدا في السكه دي اللي هو ربع مليار. رئيس النادي نفسه قال انا كنت بضحك عليكم. هو الراجل قال، وهو اللي قال مش انا والله. قال لك انا كنت بقول الربع مليار ده علشان خاطر اللعيبه بتطفش، والفريرة كان هيطفش، والناس كانت هتطفش،
فضحكت على الناس كلها وقلت فيما معناه يعني. ده التصريح اللي قاله رئيس النادي، ان في ربع مليار، طلع النادي ما فيهوش ربع مليار وفي ازمه. كتب شيكات لاوقات قادمه لغايه ما يشوف هيعمل ايه نادي الزمالك، انما في الاخر الشيكات دي نتج عنها ان عمر جابر والراجل نبيل عماد دونجا خلاص رسميا في نادي الزمالك. طلع مؤتمر مش صحفي. انا عايز اشوف يا جماعه المزيكا والنبي، ليه انا كل يوم كده اخد 5 ثواني اشوف لقطه من اللي هي الطبل اللي جوه ده. بص بص، لا عايز اسمع. انما في المؤتمر ده اللي احنا شايفينه الحلو ده، انتظرنا امبارح تتقال فيه الصفقات. نادي المؤتمر وجايب موظفين نادي الزمالك، منهم طبعا العاملين والعاملات والناس اللي شغاله في الحسابات وجميع القطاعات في داخل نادي الزمالك. طبعا فيهم ناس غلابه، وكلنا طبعا غلابه زي ما بيقولوا، لكن انت بتستغل ظروف الناس ديت قدام الاعلام ومطلعهم بشكل وحش جدا. ودينا شفنا ده مؤتمر يليق بنادي زي نادي الزمالك؟ ولا الناس كلها بتقول لك ده فرح وزفه وده تنجيد؟ انت كده بتهزق نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك اللي انا عارفها، اللي هم فيهم ناس كتير جدا مثقفين وناس محترمين، تمام؟ مش عاجبهم الوضع ده. اما اللي عاجبه الوضع دوت فالناس المرتزقه والناس اللي عارفه ان نادي الزمالك نادي ضعيف، ففاكرين بالطريقه دي اللي انت هتجيب حق نادي الزمالك. لا، حقوق النوادي بتيجي باللوائح وبالادب وبالاخلاق وبالعلاقات الكويسه. نادي الاهلي علاقاته كويسه جدا، ودينا شفنا ساعه ماتش الاهلي، ساعه ماتش الزمالك والفريق السعودي فريق الهلال، وشفنا طبعا جميع الصحفيين وجميع الجمهور السعودي كان بيتمنى مواجهه النادي الاهلي، لانه بيقول لك اكبر نادي في افريقيا ونادي فعلا من طراز فريد. احنا بنحيي النادي الاهلي، بنحيي كابتن محمود الخطيب، وطبعا قبل الناس دي كلها بنحيي جمهور النادي الاهلي اللي دايما واقف في صف ادارته. والنادي الاهلي طبعا زي ما احنا عارفين مشرف الكره المصريه. سيبك من الاخفاق في الدوري اللي كان مفتعل وبفعل فاعل. هنتكلم في حاجه ثانيه، يا ريت تكملوا الفيديو للنهايه. طبعا احنا عارفين ان منتخبنا دلوقتي متجمع عشان هيلعب وديتين وبدايه التاهيل للمنتخب عشان البطولات القادمه. تمام؟ فين لعيبه الزمالك من التجمع ده؟ مفيش طبعا لاعب زملكاوي وصل المعسكر. ليه؟ عشان عندهم ماتش في الدور ال 64 اللي هي فضيحه لنادي الزمالك، اللي انت تبدا دورك من ال 64 يعني انت مش مصنف اساسا. تمام؟ وبالتالي نادي الزمالك عنده الماتش ده، فما بعتش لعيبه نادي الزمالك للمنتخب. عكس النادي الاهلي بقى، لما احنا لعبنا كاس العالم للانديه وسيبنا اللاعبين الدوليين ما عدا لاعب او اتنين، وقلنا اهم حاجه منتخب مصر. منتخب مصر الاهم، يجي بعديه النادي الاهلي. ده اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب اللي قال نفس الكلام. تمام؟ وفي بطوله افريقيا وكذا بطوله احنا بنسيب لاعيبتنا وبنيجي على نفسنا عشان خاطر مصر ومنتخبنا يبقى كويس في وسط القاره الافريقيه. طيب ايه اللي حصل في لعيبه نادي الزمالك؟ طبعا احنا عارفين الدور اللي بيقوم بيه حازم امام وغيره، كل ده عشان يقفوا جنب نادي الزمالك. طب ما عملتوش كده مع الاهلي ليه؟ عرفتوا بقى القصه بتدار ازاي؟ زي ما انا قلت في الفيديوهات السابقه. لكن نادي الاهلي سيظل قوي بجمهوره. نادي الاهلي رقم 1 في افريقيا وطبعا في الدول العربيه وطبعا مصر. النادي الاهلي هيلعب ان شاء الله 3 وديات استعدادا طبعا للموسم الجديد، منهم نادي اسوان اللي بقى مدجج بالنجوم، منهم طبعا لاعب النادي الاهلي السابق ايفونا، وايفونا ده اسالوا عنه نادي الزمالك دوت اللي كان بينيم الزملكاويه من المغرب وجاب جون عالمي في نادي الزمالك.
فرحان جدا طبعا ان هو هيلاعب النادي الاهلي، وهيفتكر ايام زمان وايام النادي الاهلي وقصه البطولات. طبعا هي ماتش ودي، ولكن حب اللاعب للنادي الاهلي كبير جدا، واحنا بنحب اللاعب ده جدا جدا جدا. فان شاء الله خير وكل التوفيق للنادي الاهلي. عايزين ان شاء الله فيديو بسيط جدا في الوقت. قبل ما اخلص كلامي، يا ريت ما تشتركش في قناه طريقه حلم الاهلاوي واشترك وفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد، واشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.